الف 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 مليار مليون مبروك للمنتخب المصري. بصوا يا جدعان، انا انا امبارح الواحد كان على اعصابه. والله العظيم تاني كان حرام ان احنا بعد كل اللي عملناه ده نخسر. كان حرام ان احنا بعد كل اللقطات وكل احنا شقلب، احنا حرفيا انا عايز اقول لكم ان احنا شقلبناهم. شقلبناهم بمعنى الكلمه. والله انا لا محضر الحركه ديت ولا عامل اي حاجه. انا امبارح طبعا عارف ان الحركه متاخره، بس يعني الواحد رجعت امبارح من كتر ما الواحد اعصابه سايبه والفرحه والاحتفاليات. كانت الساعه، رجعت نمت. لسه يا دوب صحيت صلاه الفجر وفاتح دلوقتي التسجيل. والله مبسوطين جدا. وعايزك بص، مش عايزك نهائي تفكر في اي حاجه. كل اللي انا عايزه منك ان انت تفرح. دي عموما مش هتتكرر تاني. وانا مبسوط جدا، والله مبسوط جدا ان احنا وانا حاليا بتفرج على المنتخب وهو بيفوز وهو بيحقق اول هدف وانجاز تاريخي ليه، وان هو يوصل للدور ال 16 في حياته. اتونا ميسي، اتونا ميسي. بصوا، والله كنت انا متكلم في الفيديو ده قبل كده. ارجع، لو رجعت 4 فيديوهات لورا كنت انا قايل كده: عمرهم ما يكسبوا كاس العالم. ليه؟ يا حبيبي احنا لو هنلعب بروح ان انا نازل اكسب، هتكسب. لما تسيبك من العاطفه وتلعب على روح وعلى هدف معين ان انت نازل تكسب، هتكسب. لكن طبعا لو انت نازل علشان تعمل اي حاجه كده تفاريح زي كل سنه، مش هتكسب. وده اللي بسطني وده اللي فرحني وده اللي خلاني مبسوط وفرحان للمنتخب. والله العظيم تاني الواحد ما عارف يوصف فرحته. انا انا لا من النوع، يعني انا قعدت سنتين بالظبط. عايز اقول لكم ان نادي الاهلي ده سنتين بالظبط. نادي الاهلي ده عايز اقول لكم ان انا يعني مش عايز كنت متبري منه. انا مش بشجع اهلي، مش بشجع اي حاجه. منتخب مصر ده كنت بشجعه امتى؟ كنت بشجع المنتخب المصري يعني ممكن اقول لك في النهائيات. لو بيلعب مثلا افريقيا كنت بشجعه مثلا في اللي هو قبل النهائي، الماتشين اللي هم قبل النهائي. انت فاهم؟ ما كنتش بشجع. انا عارف اللي فيها. طب انا ليه بقى اقعد اضيع وقتي واقعد احرق في دم مين؟ اقعد احرق ليه؟ اضيع وقتي واقعد احرق في دمي علشان حاجه انا عارف ان هي كده كده مش هتحصل. داخل كاس العالم انا انا عندي امل. كلنا كان عندنا الامل. اسال المدرب، اسال كل الناس، هم عندنا امل ان احنا هنعمل حاجه، لكن مش متوقعين. انت كنت تتوقع ان مصر توصل للمرحله ديت؟ لا. عايزكم بالله عليكم وانتوا فرحانين، عايزكم تفرحوني. حطوا لي لايك واشتركوا في القناه. عايز الفرحه دي توصل لكل الناس. عايزك تفرح، حط لي لايك وشير الفيديو. بص اعمل اللي انت عايزه، وعايزك تفرح واكتب لي ايه رايك. انا بصوا، ما تقوليش نهائي اصل منتخب استراليا. والله انت يعني ما تقوليش والله اصل منتخب استراليا يعني مش احسن حاجه. يا حبيبي المنتخب ده انت لو، اولا المنتخب ده اقوى مننا بدنيا. ايوه المنتخب ده اقوى مننا بدنيا، دي حاجه. تاني حاجه، المنتخب ده بيلعب ازاي؟ اول حاجه بيلعب على الاخطاء الدفاعيه. هو مش فارق معاه. حتى لو شفت المدرب بتاعه قال لك انا مش فارق معايا اكسب، والله انا مش فارق معايا قصدي الكره معايا عندي استحواذ اكتر ولا لا. انا كل اللي فارق معايا ان انا كل اللي فارق معايا ان انا اهم حاجه اخد الكوره، اخلي الكوره معاك عادي. بس اهم حاجه انا مش فارق معايا. اهم حاجه ان انا اعرف استغل المساحات واستغل الاخطاء بتاعه اللعيبه. بيلعبوا على الاخطاء زي ما قلت لكم، بيلعبوا على المرتدات. اول ما بتاخد هجمه بتلاقيهم مره واحده كلهم. انت طبيعي ان انت بتخلي مثلا وليكن في مثلا يعني لو مثلا الفريق اللي قصادك، الفريق الخصم اللي قصادك راح عليك، انت بديهي ان انت بتخلي مثلا اتنين قدام او واحد بالكتير قدام علشان الهجمات المرتده. دولت كلهم بينزلوا. اقل واحد فيهم عنده كام سنتي؟ هو 108 يعني 100 2 متر. اقل واحد فيهم اقوى مننا بدنيا وجسميا وعمالقه. الحمد لله قدرنا نكسبهم. والماتش اللي جاي قدامنا طبعا المنتخب الكبير الارجنتين طبعا. خسرنا كسبنا ان شاء الله، يعني ان شاء الله فيها خير. بس سواء خسرنا كسبنا احنا مش خلاص، مش فارق معانا. احنا عملنا اللي احنا عايزينه. احنا وصلنا للدور 16 لاول مره في حياتنا. انت عايز ايه تاني؟ خلاص انت عايز ايه تاني؟ انت افرح وانبسط وتمتع واعمل كل اللي انت عايزه. ربنا يكرمنا والحمد لله رب يدومها علينا فرحه. وانا والله طبعا انا اصلا تعبان كنت هعمل فيديو، بس كان لازم اشارككم الفرحه بتاعتي. كان لازم ان انا اطلع لان جوايا كلام كتير عايز اقوله. والف مليون مبروك وتصبحوا على خير لان انا تصبحوا على خير لان انا لسه هنام.
لو ما حطيتش لايك حط لايك، اشترك في القناه، اعمل كل اللي انت عايزه براحتك. كان معكم عبد الله ابو الحكم من قناه مؤثر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والف الف الف مليون مبروك، بحبكم وحب مني احبكم، والسلام عليكم. سلام.